السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق متسنيم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الكيكه نتاع الجزر والكركاع اللي كتجي في المذاق خطيره بزاف وسهله التحضير. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير. عندي هنايا في المقادير عندي جوج ديال البيضات، عندي كاس الضرب ديال السكر سنيده، كاس الضرب ديال الزيت، عندي هنايا كاس ونص نتاع خيزو. هذا راه الكاس واخا كتشوفوه بحال هكا راه ما عامرش، غير خيزو اللي شويه طالع. هنايا عندي كاس صغير نتاع الليمون، عندي واحد المعلقه صغيره نتاع القرفه، عندي هنايا الكركاع اللي صهدته غير واحد شويه وهرمشته بحال هكا. المهم الكركاع كيبقى على حسب الكميه اللي بغيتو وقدروا كاع نستغناو عليه. عندي هنايا واحد راس معلقه نتاع سكينجبير، عندي جوج خمارات حمر، وعندي الطحين جوج كيسان ديال الطحين مغربلين. المهم غادي ندير قبيصه ديال الملحه وغادي نبدا دابا على بركه الله. اول حاجه هي انني غادي ندير الملحه باش نصححوا بها الذوق كما كنعرفوا كاملين. غادي ندير البيضات، انا هنا استعملت جوج بيضات، اللي بغى يدير ثلاثه. راه هي ما تكونش زعما باينه بان راه كاين الفرق ما بين جوج او ثلاثه. صافي ندير سكر سنيده والزيت وغادي نطحن هادشي مزيان ولا نضربوه بالخلاط اليدوي اللي بغيتو. انا غنستعمل غير الميكسور نضربهم مزيان باش ينسجم داك السكر سنيده مع الزيت والبيض. هنا من بعد ما نسجم الخليط هانتوما كتشوفوا ولا الخليط ابيض، غادي نضيف هاد الكاس ديال الليمون الصغير. غنضيف هاد المعلقه صغيره نتاع القرفه. كتعرفوا بان القرفه كتوت بزاف مع الجزر خصو، وكذلك حتى السكينجبير، واللي ما كيبغيش القرفه يدير الفاني. صافي هنا خديت الخلاط اليدوي وغادي بيدي غنضيف هذا الجزر، صافي وغادي نبدا نضيف الطحين. هنا عندي جوج كيسان مغربلين، المهم ما غاديش نديرهم دفعه واحده، غادي ندير غير بشويه بشويه حتى نشوف القوام نتاع الخليط ديالنا. ما نساوش الخمارات. واحد الرويحه كتطلع فيه زوينه بزاف، هاد الكيكه كتجي مميزه. المهم انا هنايا راني درت جوج كيسان بالتمام والكمال. هانتوما كتشوفوا العجينه، يعني هي هذيك اللي جاتو خفيفه او هذا صافي يزيد واحد جوج معلقات ولا، المهم كتبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. صافي غادي ندوز دابا نضيف هذا الكركاع هذا اللي حرمشتو.
وغادي نضيف واحد المعلقه نتاع الخل. هنا غادي نستعمل هذا المول العجيب من بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نكب فيه كاع هذا الخليط هذا. بالنسبه للفران البنات، حتى نديرو الكيكه غنشعلو على الفران ونقصوها لاقصى درجه، ياك يعني تكون النار مهيله كي الشمعه، لان هاد الكيكه نتاع الجزر كتبغي طيب على المهل. الا جهدتو عليها ولا شي حاجه هذاك الخيزو او الجزر ما كيخليش الكيكه طيب مزيان وكتخرج لينا معجنه. لهذا خصنا نحترموا هاد القاعده ديال ان الفران يكون منقوس حتى الحد، ونخليو الكيكه ديالنا طيب حتى تطلع عليها الطيبه. الا كان هذا البوطاغاز نديرو الكيكه ديالتنا الفوق، يعني النار عليها لتحت، ونخليوها حتى تطلع عليها الطياب، يعني ما نزربوش عليها ما حتى شي حاجه. اما بالنسبه للضو حتى هو يعني غادي نشعلو لتحت والفوق ما نشعلوش، ونديرو ما عرفتش انا المهم شحال الدرجه ديال الحراره غادي تكون ديك 180 بحال هكاك، على حسب كل فران كل كيعرف فرانو، يعني درجه ناقصه شويه، ونخليه يطيب على المهل، خاصو ياخذ وقته في الطياب. بالنسبه للكريمه اللي غادي نديرو في هذه الكيكه هذه، انا هنا خديت كاس ديال الكريمه، وخديت واحد الياغورت نتاع الكراميل اللي غادي نضيفو في هذه الكريمه هذه. صافي غادي نخدم الكريمه ديالتي مزيان تطلع. المهم هي كانت بارده، خليتها في الكونجيلاتور حتى بردات مزيان وجبتها وخدمتها باش تطلع في الساعه. صافي راه غير طلعت واحد شي شويه، غادي نضيف عليها هاد الياغورت نتاع الكراميل. المهم راه كتبقى الكريمه اختياريه، اللي بغيتو الكريمه اللي حبيتو، لان هذه كتجي غزاله في المذاق. المهم انا غنضيف هنايا هاد الياغورت هذا ونعاود نخدمها مزيان باش تطلع حتى تولي عاقده. كما كتشوفوا هنايا راني ساليت. المهم سمحوا لي على آه، المهم سمحوا لي على انني ما وريتكمش الكيكه فاش خرجت من الفران وهذا. المهم تقطع ليا داك المقطع ديال التصوير. المهم خديت الكيكه ديالتي من بعد ما خرجتها وخليتها حتى بردات، لان ما يمكنليش نستعملها وهي سخونه، حيت الكريمه الا درتها والكيكه سخونه الكريمه غادي تذوب ليا. خليت الكيكه حتى بردات على خواطرها صافي، وعمرتها بالكريمه حتى الجوانب حتى هما ضفت لهم، لان الكميه اللي جاتني في الكريمه جاتني كميه لا باس بها. صافي قديتها من الفوق ياك. كنحاول هنايا نعمر دوك الجنيبات هكا باش ما يبانوش. صافي عادي كنقدوها بلا سباتيو ولا اي حاجه عندنا، الموس طويل. صافي وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كالعاده. آه غادي نزينها انا غير من الجوانب هكايا بكركاع مهرمش. صافي وغادي ندير دوك الكركاعات هكا في الوسط صحاح صاينين. وكنتمنى ان الكيكه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، راه كتجي رائعه في المذاق. ما كتحسيش كاع بداك الجزر انه كاين في الكيكه، كيعطيها واحد المنظر زوين، والمذاق حتى هو زوين بزاف مع الكركاع اللي فيها كيتواتى معها بزاف. و
كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، فيديو جديد، وخليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.